إلى كل من مات له قريب أو حبيب. هل الموت شر؟ هل الموت كله شر؟ الذي يموت يا إخوة من المؤمنين وين يروح؟ خلاص ينسى أم أنه يذهب إلى الله عز وجل؟ إذا مات أبوك أو ماتت أمك أو مات ابنك أو مات أخوك، ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله فابشر بالخير يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت شفاعتي، أوجب الشفاعة على نفسه لمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله. فالذي يموت إذن وهو يشهد أن لا إله إلا الله، أنت ستبكي على فراقه نعم، لكن روحه هناك منعمة. فلذلك الموت ليس كل شر، الموت قد يكون هو الخير لهذا المريض الذي كان يتألم بين يديك. الطفل أحيانا قد يبتليه الله بالموت رحمة بوالديه كما فعل موسى مع الخضر. وأحيانا الإنسان يكون في قوة شبابه وعنفوانه ثم يكتب له الله الموت. لماذا؟ الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خلونا أعطيكم قصة أسلي فيها كل صاحب أو كل إنسان مات له حبيب. هذا رجل اسمه أبو الحسن التهامي. أبو الحسن التهامي رجل بلغ 80 من عمره تقريبا ولم ينجب الأبناء، وبعد أن بلغ من الكبر عتيا رزقه الله بابن. تعرفون الإنسان لما يكون كبير في السن ومحروم من أولاد ثم يرزق بطفل سيتعلق فيه تعلق شديد. وفعلا أحب هذا الغلام، أحبه حتى صار هذا الغلام يعني عمره 2 أو ما يقاربها، خلاص في قمة الحب وقمة تعلق الأب بابنه. مات هذا الابن بين يديه فحزن حزنا شديدا، وكتب مرثية من أعظم وأجمل مراثي العرب، واقرؤوها واسمعوها طويلة، يقول فيها: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفو من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. يعني يقول اللي يبغى الدنيا صافية مثل الذي يبحث عن النار في وسط البحر. قصيدة طويلة ابحثوا عنها واقرؤوها واسمعوها. المهم ما الشاهد؟ بعد أيام مات هذا الرجل، فرآه أحد الناس في المنام فقال: ما فعل الله بك يا أبا الحسن؟ فقال: غفر لي وأدخلني الجنة. قال: بماذا؟ قال: ببيتي شعر قلتهم في تلك القصيدة. ما هما البيتان؟ قال يخاطب ابنه، قال: جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. هذا الابن وين راح إلى الله، فهو في جوار الله. إذا أبوك الذي مات، أمك، أخوك، أختك، زوجتك الغالي عليك، هو ذهب إلى الله ما دام أنه مات على لا إله إلا الله. فلذلك اصبر، فالله عز وجل لا يضيع أبدا أجر الصابرين.